صباح الخير يا صباح الهنا على حبايب قلبي، انا صباح الفل، صباح الجمال، صباحكم زي اللبن الحليب. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. عايزه بقى دعوه حلوه كده منكم لام وابويا موتانا اجمعين يا رب العالمين. وما تنسوش نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. ربنا يسعد يا رب قلوبكم ويكبر بخواطركم ويجعل ايامنا كلها سعاده وفرح وهنا. طيب يا ام ميدو، انت بتعملي ايه؟ بصوا بقى يا حلوين، طبعا البوتاجاز بتاعي امبارح بعد ما خلصت الغدا ما قدرتش اغسله. قلت اول حاجه قبل ما اعمل عليه اي حاجه لازم انضفه واغسله واخليه فل الفل عشان يجيلي نفس اطبخ عليه. عايزه اقول لكم ان انا بغسل البوتاجاز بسبونشه وشويه صابون سائل وشويه ميه بس، لان في متابعين كتير سالوني يا ام ميدو انت بتغسلي بوتاجازك بايه؟ والله العظيم يا جماعه زي ما انا قلت لكم قدامكم اهو. بس البوتاجاز لما بلاقيه مثلا مش نضيف قوي طبعا بستخدم حته السلكه، والسلك لازم يكون ناعم عشان لو خشن هيخربش الاستانلس بتاع البوتاجاز. فانا طبعا ما بستخدمش السلك كتير في البوتاجاز عشان الاستانلس، دايما بغسل بالاسبونشه. ولازم بعد كل ما بطبخ عليه لازم يتغسل، حتى لو ما غسلتوش في يومها تاني يوم الصبح بقوم اغسله عشان اطبخ عليه تاني. عشان كده دايما البوتاجاز عندي نضيف، دايما بيلمع شكله اكنه لسه جاي. وطبعا انا بحط يا جماعه على العين اللي في النص ورقه سلوفان عشان انا مش بستخدمها. فانا لو ما حطيتش الورقه دي العين هتتملي بقى دهون على الفاضي وهتتطرب وهتتسخ على الفاضي. فانا يعني بغطيها لاني مش بستخدمها، كفايه عليا الاربع عيون. وطبعا فرن البوتاجاز لازم يتغسل، يعني انا كل فتره كده قصيره بغسله. بطلع بقى الشبكه بغسلها، بطلع الصاجه السمراء او السودا بغسلها، وبغسل طبعا الباب من جوه ومن بره، وجوانب البوتاجاز لازم تتمسح وتتغسل، والمفاتيح. وكمان ساعات بشد، يعني اكتر الاوقات بشد البوتاجاز واغسله برضو من ورا وامسحه، والازاز بتاع البوتاجاز. يعني البوتاجاز ده يا جماعة لازم اهتم بيه عشان مطبخك يفضل نظيف. بوتاجازك نظيف يبقى المطبخ بتاعك تمام. بس حبيت اقول لكم الكلمتين دول عشان متابعين كتير بيسألوني. ونسيت اقول لكم برضو البلاط اللي حوالين البوتاجاز دايما بمسحه على طول، لان طبعا احنا بنحمر بقى حاجات وبنسبك، فدايما الحاجة دي بتطرطش على البلاط. فلازم ايديكي برضو على البلاط كده بحتة كده مبلولة فيها صابون سائل وشوية مية وتمسحي البلاط اللي حوالين البوتاجاز. لو سبتيه دهون على دهون على دهون هتلاقي كمية دهون على البلاط. فأول بأول كده ايه تمسحي الحاجات دي كلها، مش هتاخد منك وقت، في ثانية وانت واقفة زي ما انتوا شفتوا كده. وطبعا الحوامل بتاعة البوتاجاز بغسلها على طول. لما بلاقيها بقى مش متسخة قوي طبعا بمسحها كده بفوطة بتاعة المطبخ وخلاص. يعني ايه حسب ما انت شايفة الحاجة قدامك. وطبعا خلي بالك البلاط اللي بيبقى تحت في الأرضية حوالين البوتاجاز امسحيه على طول، عشان برضو ايه يعني من الطبيخ والتحمير بيبقى كله دهون، فالمطبخ بالذات محتاج مسيح على طول، وبالأخص الحتة اللي بتبقى حوالين البوتاجاز. يعني أنا بقولك الحاجات اللي أنا يعني إيه بهتم بيها شوية. تمام. طبعا انتوا شفتوا البوتاجاز غسلته وخليته زي الفل عشان نبدأ بقى في الغدا بدري، عشان أبو ميدو موجود ومسافر ولازم أديله أكل زي ما انتوا عارفين. طبعا هعمل النهارده بقى ايه، جايلي بقى حله محشي كده معتبره ومحترمه من بنت عمتي جزاها الله كل خير. وكمان هعمل لحمه بقى ايه جنب المحشي. طالما في محشي يا فراخ يا لحمه يا بط. انا عن نفسي والله كنت هسوي المحشي وكنا هناكله كده. يعني انا بحب محشي البتنجان، هي بعتالي حله محشي بتنجان وكوسه وفلفل. انا عن نفسي بحب محشي البتنجان كده اكله من غير اي حاجه. بس طالما ابو ميدو موجود ومسافر يعني قلت بقى ايه يعني اعمل حاجه معاه عشان ياخد معاه، يعني ايه عشان يبلع بالمحشي. شوحت بقى ايه اللحمه كده في معلقه سمنه بلدي اللي هي السمنه البقري، وحطيت كمان ماسوره. وبعد كده ايه غطيت اللحمه عشان تتشوح براحتها، وعلقت بقى على شويه ميه عشان ازود اللحمه بيها. وانا واقفه بقى في المطبخ قلت امسح بقى الرخامه. طبعا الرخامه يا جماعه والله ده هي مسحها امبارح، ومسحه علب السكر وعلب التوابل وكل الحاجه اللي على الرخامه والبلاط. بس الاستيكر الاسود ده او الرخام الاسود ده لو ما كانش ايدك فيه على طول تلاقي كوم تراب عليه، يعني بيبان فيه اي تراب. فلازم يومات على الله قبل ما اشتغل او قبل ما اصور او قبل ما اعمل اي حاجه امسح الاستيكر ده او الرخام لازم. وعايزه اقولك البخاخ ده بيوفر عليا حاجات كتير. البخاخ ده يا جماعه نص كوبايه ميه على نص كوبايه خل على معلقه صابون سائل او صابون جل وترجيهم مع بعض. وبصي بقى ايه تمسحي بيه بقى خشب المطبخ، الرخام، الموبيليا.
يعني ما شاء الله بيوفر عليا كده، وانا واقفه بطبخ وانا واقفه بعمل اي حاجه في المطبخ، ايدي في الحاجه على طول. عشان كده الحاجه تلاقوها يا جماعه بتلمع، نظيفه. المطبخ كده يفتح النفس. يعني يجيلك نفس كده تقفي فيه، تطبخي فيه. يعني بتبقي كده مرتاحه نفسيا. طبعا علب السكر والشاي والحاجات دي انا عن نفسي لو بستخدم الحاجه لوحدي الحاجه هتفضل نظيفه. لكن طبعا كل ام عندها ولاد، عندها بنات، عندها اطفال، بتدخل تعمل اي حاجه بتلحوس العلب، علب التوابل، علب السكر والشاي، بتدهول الدنيا. فطبعا لازم الأم على طول بالفوطة والبخاخ ده على طول عشان الحاجة تفضل نظيفة. بصوا بقى الحاجة يا سلام لما تكون كده بتلمع ونظيفة، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، والله العظيم راحة نفسية ما بعدها راحة نفسية. وطبعا مليت الكلمن، لازم كل يوم الصبح أصحى مليه. ادي حلة المحشي اللي بنت عمتي الله يبارك لها يا رب بعتها لي. حلة محشي إيه محترمة عسل. وانا كمان بموت في البتنجان، يعني انا يعني بصراحة بحبه قوي، بحبه في المحشي. إيه طبعا لحد بقى ما اللحمة تتشوح حلو هحط بقى دور في الغسالة. زي ما انتوا عارفين يومي لازم يومات على الله، بالليل والصبح هحط دور في الغسالة. وبعد كده هنا بقى ايه طالبين مني كوبايتين كابتشينو. انا كنت هعمل كوباية لوحدي كده من وراهم اشربها كده في المطبخ وانا واقفة فيه، لكن طبعا شافوني قالوا ايه بقى احنا عايزين معاكي كوبايتين، وما فيش غير شوية لبن صغيرين، لاني ما طلعتش النهاردة اجيب لبن، يعني ايه كسلت. فهحاول اعمل كده ايه كوبايتين كده ايه اللي هم معايا. اللحمة هنا كنت قلبتها عشان تتشوح. وطبعا هزودها بقى مية سخنة وطماطماية أو طماطمتين وبصلاية ورق لورا حبهان، رشة فلفل اسود، وطبعا الملح في الاخر خالص. ولو طلعت ريمة قبل ما تحطي الحاجات دي كلها شيل الريمة، وبعد كده ايه ضيفي حاجتك وهدى عليها شوية وغطيها وسيبها تستوي. تمام تمام. عشان بس ايه عايزة كده اقول لكم كلمتين محشورين في زوري. يعني ايه عايزة اقول، يعني من كتر الرسائل اللي بتجيلي على الواتس، عايزة اقول لكل زوجة، لكل ام، لكل بنوتة لسه متجوزة، عايزة اقول لك حافظة على بيتك، حافظة على بيتك على قد ما تقدري. الواحدة ملهاش الا بيتها خلاص، طالما انت سبتي بيت اهلك ورحتي بيت جوزك ملكيش الا بيت جوزك. انت بعد كده هتروحي بيت اهلك هتروحي ضيفة وهتبقى قاعدة مكسوفة ليه؟ لانك انت خلاص سبتي ورحتي بيتك اللي هو بيتك الاساسي. فعشان كده بقولك، لان انا قلت الكلام ده كتير قبل كده، لو المشاكل اللي بتحصل في بيتك، لان طبعا كل البيوت فيها مشاكل محدش خالي والله العظيم يا جماعة، يمكن انت مشكلتك اهون من مشكلة غيرك. لو المشاكل دي تقدري تفوتيها وتعديها وتصلحيها ماشي مفيش اي مشكلة. يعني حاولي على قد ما تقدري والله العظيم. لا قدر الله لو حصل ليكي طلاق ومعاكي ولاد محدش هيتحملك، لازم تعرفي حاجة زي كده، محدش هيتحملك. خلاص بيت اهلك بقيتي غريبة عنه. لو ليك اخ متجوز في البيت وطبعا مخلف عيال وانت رحت قعدتي واتطلقت بعيالك، وعيالك اتشكلوا مع ولاد اخوكي هيحصل مشاكل معاه ومع مراته. ولو ليكي كمان اخت في البيت لسه ما اتجوزتش هيحصل مشاكل. ولو حد كلم ولادك كلمة مش عاجباكي او زعق معاهم انت هتزعلي عشان عيالك. وطبعا ممكن تسمعي كلمة ملهاش لازمة من هنا ومن هنا، وهتندمي وهترجعي تقولي يا ريتني كنت اتحملت وعشت عشان خاطر ولادي. نار جوزك ولا جنة أهلك. اسمعي كلامي أنا، مالكش إلا بيتك، معلش. محدش بيفضل على حاله، الأيام بتتغير والناس بتتغير ومعلش. وياما الناس بتعدي وياما الناس اتحملت، وأهلنا زمان شافوا اللي محدش شافوه. الناس يا جماعة الحموات زمان كانوا جداد، كانوا جداد وكان في شغل، وأهالينا اتحملوا عشان خاطرنا. فعشان كده أنا بقولك طالما اتجوزتي ورحتي بيت تاني يبقى تصبري. لازم الصبر، لازم نتحمل، لازم نعدي، لازم نفوت. مش أي كلمة نعمل عليها مشكلة، مش أي حاجة نعمل عليها موال. لا يا جماعة احنا لو وقفنا على كل كلمة، وقفنا على كل مشكلة مش هنعيش. البيوت عايزة تنازلات وصبر، مش هتتنازلي ومش هتصبري يبقى مش هتعيشي. ده اللي انا اقدر اقولهولك. وعايزة اقولك كلنا فينا عيوب محدش خالي. انا في عيب، انت فيك عيب، جوزك في عيب، زي ما فينا عيوب في برضه مميزات. عايزة أقولك الصبر يا حبيبتي، الصبر والله العظيم آخره جبر. لو البنوتات اللي لسه متجوزة جديد تصبر شوية وتبطل دلع شوية والله العظيم يعني هتبقى زي الفل.
وطبعا انا دايما بقول نركع الام، ام البنت دايما هي اللي بتعقل بنتها وهي اللي بتصبر بنتها، لانها هي ام كبيره عاشت الحياه بطولها بعرضها، شافت الحلو وشافت الوحش، فاكيد كلمه منها هتخلي بنتها تفوت وتعيش وتصبر. فانا دايما بقول الام عليها عامل كبير قوي. وفي امهات دايما فاتحه عب لبناتها، يعني لما تكون بنتها جايه غضبانه تسيبها، جايه زعلانه تسيبها. لا يا جماعه مش كده، انت بنتك جايه زعلانه حاولي تصلحي، حاولي ترجعي بنتك، حاولي تشوفي المشكله فين وتحلوها بهدوء. المهم يعني بيبقى في حلول تانية، لانك انت لو فتحت عب لبنتك كل يوم والتاني جايه زعلانه، بنتك هتتعود على كده وتسيب بيتها على طول. فبلاش يعني، حاولوا ايه ما تفتحيش مجال لبنتك انها تسيب بيتها وتيجي تجيلك يا ست زيارة، تجيلك تقعد معاكي شوية تهزروا مع بعض، تجيلك لما تكوني بعافية شوية وتعملك اللي انت عايزاه. لكن تجيلك زعلانة وتسيب بيتها وتسيب جوزها، لا. يبقى في وقفة بقى ساعتها ونشوف مين اللي غلطان، ويبقى في حلول وترجعي بنتك بيتها عشان ما تسيبهوش تاني، وعودها ان هي ما تسيبش بيتها تاني. طبعا الموضوع كبير وفي كلام كتير، وان شاء الله هنكمله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، لو في مكان ان شاء الله في الفيديو باذن الله. طبعا تعالوا بقى ما اقول لكم انا عملت ايه في المحشي. في الاخر بقى اللحمه انا ملحتها، وطبعا سقيت المحشي شوربه، والشوربه يا جماعه بتاعه البتنجان بتكون لحد نصه، تمام، عشان ما يعجنش. المحشي لما بيغلي الشوربه بتطلع على المحشي من فوق، وانت بقى بتحط الشوربه في المحشي، يبقى حط في قلب البتنجان كده في الرز ايه شويه شوربه عشان يستوي. وطبعا المحشي بقى بيستوي على نار عالية، بياخد غلوتين على نار عالية، وبعد كده ايه بتهدي النار شوية. واللحمة بقى ايه دهنتها حتة سمنة بلدي ودخلتها تحت الشواية عشان تحمر. وطبعا انا سبت لحمة ابو ميدو من غير تحمير، حطيتها بقى في شوية شوربة، وشلت له برده شوية محشي كده على جنب. وطبعا اديته بقى بقية الحاجات اللي انا بديها له، طماطم بطاطس عيش، الحاجات اللي انتوا ايه يعني عارفينها دي. وبعد كده ايه اتغدينا والحمد لله، وغسلت بقى شوية المواعين وظبطت الدنيا وعبيت له حاجته ومشي بالسلامة والحمد لله. يعني بس بصراحة ما قدرتش أمسح المطبخ، كان نفسي أمسح المطبخ. إن شاء الله المرة الجاية في الفيديو اللي جاي بإذن الله نعمل كده معاكم شوية حاجات ونمسح المطبخ ونظبط كده إيه الأمور مع بعض. ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب، ويسعد قلوبكم ويكبر بخواطركم. ومش عايزاكم بقى ايه تزعلوا من الكلام اللي انا قلته، والله انا عايزه مصلحتكم، وربنا يديم الحب والمعروف بينا يا رب. اتمنى من كل قلبي ان فيديو النهارده يكون خفيف عليكي واستفدت منه وطلعت منه حتى ولو بفكره بسيطه قد كده. ما حبيتش اطول عليكم الفيديو النهارده عشان ما تملوش وما تزهقوش، وكمان عشان اصحاب الباقات. مع السلامه حبايبي.